بتنامي جعانة ولا بتاكلي بالليل وتصحي الميزان زعلان منك؟ استني، وجبة اخر اليوم ممكن تخسسك مش تزودك. كملي الفيديو ده للاخر عشان تعرفي تاكلي وتشبعي وتخسي. ناس كتير فاكرة ان الحل انك ما تاكليش بالليل، وده اكبر غلط. وجبة اخر اليوم يا اما تثبت الحرق عندك يا اما تبوظه وتخليكي تصحي جعانة ومتلخبطة طول اليوم. المشكلة مش في الميعاد، المشكلة في انتي بتاكلي ايه وقد ايه. لو عايزة تخسي وجبة آخر اليوم لازم يكون فيها 3 حاجات بس: بروتين وخضار ودهون خفيفة، من غير نشويات تقيلة ومن غير سكريات ومن غير وجبة تقيلة تقف في معدتك. تعالي أقولك أمثلة سهلة وما فيهاش حرمان. بيضتين وطبق سلطة كبير، تونة متصفية وخضار، صدور فراخ أو سمك مشوي، زيت خضار، زبادي يوناني أو لايت، وحفنة مكسرات أو قبضة يد من المكسرات، جبنة قريش وخيار وطماطم. الوجبات دي بتشبع، بتهدي الجوع بالليل ومش بتخزن دهون. لو عايزة تخسي بجد خلي بالك من دول: العيش والرز والمكرونة والحلويات والسناكس والشيبسي والأكل التقيل والدسم. الحاجات دي بالليل بتعمل حاجة واحدة بس: بتخزن دهون. أحسن وقت لوجبة آخر اليوم قبل النوم بساعتين أو 3 ساعات. لو جعانة أوي قبل النوم اشربي مية أو زبادي أو مشروب دافي من غير سكر. مش الأكل بالليل هو اللي بيتخن، اللي بيتخن هو نوع الأكل والكمية، وإن انتي ما بتشبعيش حقيقي. لو شبعتي صح جسمك هيحرق وانتي نايمة. وقبل ما تقفلي الفيديو عايزه اقولك حاجه مهمه جدا: التخسيس مش حرب مع الاكل ولا حرمان، ولا انك تنامي جعانه وتصحي متكسره. التخسيس الحقيقي انك تفهمي جسمك وتديه اللي يشبعه من غير ما يخزن دهون. وجبه اخر اليوم مش عدوك، دي ممكن تبقى اقوى سلاح في التخسيس لو اتعملت صح. لو كل ليلة شبعتي صح واخترتي بروتين وخضار وبطلتي اكل عشوائي هتصحي مش جعانة، مزاجك احسن وحرقك شغال والميزان هيبتدي يتحرك غصب عنه. جربي الكلام ده اسبوع واحد بس وما تستعجليش النتيجة. التغيير الحقيقي بيبان في الاول في الاحساس وبعدين في الرقم. ولو حابة تعملي دايت يكمل معاكي مش اسبوع واحد وخلاص، اعملي لايك واكتبي في الكومنت انا جاهزة. وفي الفيديو الجاي هقولك ايه احسن سناك قبل النوم من غير ما يبوظ الدايت ولا الحرق. ما تنسيش انتي مش محتاجة تقللي اكل، انتي محتاجة تاكلي صح. وما تنسوش اللايك والشير. استنوا الفيديوهات الجاية. سلام.